التسويق هو أكسجين الشركة، يعني هو العامل اللي هيخلي المشروع بتاعنا يتنفس ويكمل أو يتخنق ويموت. يمكن ده أول فيديو نتكلم فيه كلام كبار، لأني هلخص معاكم مسيرتي التعليمية على مسيرتي المهنية باختصار شديد جدا واحنا قاعدين بنرص الحاجات دي، فنسأل الله أن ينفع بنا. مبدئيا احنا هنمسك الجملتين اللي أنا قلتهم في الأول دول نبروزهم، واحنا بنبروزهم هنتخيل أي مشروع في الدنيا خلقه ربنا، أيا يكن بقى ملابس، ميك اب، اكسسوارز، أي حاجة في الدنيا. علشان تبتدي تسوقي لها أو تبتدي تسوق لها قدامك طريقين ملهمش تالت. أول حاجة عندنا يا جماعة في التسويق، احنا عندنا التسويق نوعين: التسويق التقليدي او التسويق القديم، والتسويق الحديث او طرق التسويق الحديثه. انا دوري النهارده ان انا ما اخليش التسويق اعمل لكم البعبع والخوف اللي كلنا بنخاف منه، ان انا ابسط لكم الدنيا خالص ونخلي البساط احمدي ما بيننا احنا كلنا. جماعه التسويق التقليدي بالمعنى البسيط خالص، هتتخيلي نفسك او هتتخيل نفسك الحاج عبد الغفور البرعي في نفسه: انا حد معايا قرشين، سواء بقى جبتهم باجتهاد وتحويش او حد اداهمني او ايا يكن، انا معايا قرشين، فانا هسلك المسلك الطبيعي خالص بتاع التجاره، هفتح مكان اوريدي موجود على ارض الواقع وهبتدي اشتغل بيه بالطريقه النرم خالص او الطريقه التقليديه خالص. وده مش هتكلم فيه كتير، لان 99% وتسعات كتير وراها مننا هو مش معاه الامكانيه الماديه حاليا ان هو يفتح محل ويسوق التسويق التقليدي، لانه هو باختصار شديد لو عنده الامكانيه يعمل كده هو مش هيكون قاعد يسمعني دلوقتي. زمان كان فكره الشخص اللي بيفكر يشتغل في التجاره الالكترونيه شبه اللي بيشتري سمك في ميه، ولا ليها اي ضمان ولا اصلا حد عارف اتجاهها ماشي ازاي. بس في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، ده كلام الكتب مش كلام آية وهي بتكلمكو، ان اصلا التجارة التقليدية، الناس اللي بتفتح محلات كده على ارض الواقع في الدول المتقدمة والدول الحديثة بتبتدي تختفي. فانتي قاعدة دلوقتي بتحجزي مكان ليكي في التجارة الإلكترونية، يعني كل حد لسه ما قررش يشتغل أو يسوق للبراند بتاعه أو يسوق لشغله إلكترونيا، فهو حرفيا كل يوم بيأخره وهو قاعد بيخسر مش بيكسب. والله يا آية مشكورة، بقالك دقيقتين تقريبا بتقنعيني قد ايه ان التجارة الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني أصبح مهم جدا، يمكن أكتر من التجارة العادية. فخلاص أنا اقتنعت، قوليلي بقى ابتدي أسوق لشغلي ازاي. طب ايه رأيكم ابتدي أقسمها عشان الدنيا تكون سهلة وبسيطة خالص للجميع لنقطتين: فين وهنتعلم ايه. تعالوا ناخد الاول اللي هي البوينت او الجزء بتاع فين دي علشان الدنيا تكون واضحة بالنسبة لكم. بالنسبة لفين، انا مش هذكر في الفيديو ده اي وسائل مدفوعة، حتى لو بندفع فيها مبلغ صغير قوي لا يتعدى $1. تمام، انا هتكلم عن الوسائل المجانية بنسبة 1,000,000%. اول حاجة يا جماعة، يعني بوينت كده عريض ومن فوق خالص، هي السوشيال ميديا. ولا يخفى عليكم سرا، اوعى تتخيلوا ان السوشيال ميديا هتفضل مكمله معانا مجانيه نقدر نعرض عليها شغلنا بشكل مجاني لسنين كتير قوي قدام. والناس اللي شغاله على السوشيال ميديا فاهمه قوي النقطه دي. فلو انت قاعد او انت قاعده مش حاجزه مكانك دلوقتي على ارض الواقع في السوشيال ميديا، فانت برضو قاعده بتخسري كتير. طيب السوشيال ميديا يعني بتساعدني ازاي ان انا اسوق لشغلي؟ باختصار شديد جدا، الكونتنت. انا لما بقولك الجملة دي بتتحول لشيء يعني مجهول لكتير من الناس. جماعة الكونتنت لا يعني ان انا قاعدة بصور وبنزل وخلاص، لا، انا بقول للناس انا موجودة. يعني انا كآية دلوقتي قاعدة في القاهرة، ازاي كل محافظات مصر وغير محافظات مصر والدول العربية بدأت تقولي قد انتي ما بتشحنيش للدول العربية ازاي. فاكرين الجملة اللي كنا بناخدها كده ايام ابتدائي لما كنا بناخد مادة الكمبيوتر، لما كانوا قالوا لنا ان النت حول العالم لقرية صغيرة؟ طب بس خلاص، انت كده حليتي المعضلة. انت قاعدة في بيتك وقاعدة بتبيعي لكل محافظات مصر، وقاعدة بتبيعي لدول بره مصر اصلا. كل ده عن طريق السوشيال ميديا، اللي هو انا بقدم المحتوى بتاعي، بعمل محتوى قيم، بعمل محتوى مفيد، بصور شغلي. ايوه الموضوع مش بالسهولة دي، وايوه الموضوع فيه تعب، بس هي اول حاجة بالنسبة لنا عشان ابتدي اسوق لشغلي السوشيال ميديا. ولو انتي مش مستعدة تخشي المجال وعايزة تختصري على جروب واتساب، فاكيد الموضوع مش هيمشي. يا جماعة ده شغل ودي تجارة، يعني انا قاعدة بقول لكم تجارة، فاكيد جروب الواتساب مش هو الحاجة اللي هتخليكي تبيعي شغل خالص. قبل ما ادخل على رقم 2 في فين، هنبتدي ندخل رقم 1 اللي احنا اتكلمنا عليها، السوشيال ميديا ازاي.
السوشيال ميديا علشان تبتدي ان انت تكبري البيج بتاعتك، طبعا بالاضافة ان انت بتقدمي محتوى فعلا بشكل مستمر وقيم، لازم تتعلمي حاجة اسمها SEO. يعني ايه SEO؟ ده بقى موضوع يطول شرحه، بس انا هقوله لكم باختصار شديد. ان انتي بتحاولي تخلي اللوغاريتمات، جماعة السوشيال ميديا دي آلة، وهي مش ماشية بالحظ مع ناس، ومش بايظة مع ناس. لا، هي الناس اللي فعلا الدنيا ماشية معاها هي بتشتغل ان هي تخلي اللوغاريتمات، انا عارفة ان الكلام قد يبدو صعب شوية، تغلي اللوغاريتمات او الاجهزة الكمبيوتر الكبيرة بتاعة السوشيال ميديا تترجم انتي بتقدمي ايه، فبحيث تقدر توصله للجمهور المستهدف او الناس اللي حابه الحاجه دي. وتاني برواز عايزاكم تبروزوه كده برضو وتحطوه زي الحلقه في ودانكم، جماعه، على قد ان السوشيال ميديا وسيله مجانيه تماما، وسيله يعني مثمره على المدى البعيد، بس هي وسيله مش بتجيب نتيجه من اول يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. علشان انا بيجيلي كميه اسئله، احنا بقالنا 3 شهور بننزل محتوى ولسه ما جالناش ولا اوردر. مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس اتس اوكي، انت لازلتي في الطبيعي، واستمري وطوري، لان السوشيال ميديا هي وسيله بتجيب نتيجه على المدى البعيد، مش المدى اللي احنا فيه دلوقتي. الطريقه التانية وهي تخص المجال بتاعنا شويه، مجال الهاند ميد اكسسوارز، ازاي اسوق لشغلي. في طريقه تانية اللي هي ان انت تنزلي تبيعي في المحلات، او تنزلي تدي شغل جمله للمحلات. النقطة دي بما انها بتندرج تحت الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، انا هقولك نصيحة او 2. اول حاجة، علشان تبتدي تخلي شغل المحلات بتاعك يتقبل عند حد يعرضه، فلازم ان انتي بتكوني بتجيبي جملة، ومش جملة ان انتي بتجيبي ب10 جنيه خرز ولا ب20 خرز. لا، انت لازم تكوني اقل ما فيها بتجيبي كيلو و2 من صنف واحد. ليه بقى الكلام ده؟ مش تصعيبا عليكي ولا اي حاجة، بس فكرة التسعير. جماعة، انا كحد فاتح محل بيجيب شغل جملة، انا ممكن السلسلة تكون واقفة عليا جملة ب5-10 جنيه من غير مبالغة، فما تجيش انت تعرضي عليا سلسلة ب20 جنيه وب30 جنيه وتقولي يلا اعرضها عندك عشان تبيعها، عشان اكيد مش هتتباع عنده. فانت لازم اقل ما فيها لما بتنزلي المحل بتوري له سلسلة، اقل ما فيها انت بتديها له جملة بعد مكسبك انت وبعد ما بتلمي تمن الحاجة، اقل ما فيها بتتراوح ما بين 9-10 جنيه عشان يبتدي يقبلها. فده هيتعمل معاكي ازاي؟ عن طريق ان انت جبت كمية جملة فقدرت ان انت توفري السعر ده. النقطة التانية، بعد ما منا مشكورة جابت لنا حاجة نشربها، ألا وهي طرق التغليف. انت دايما بصي لطرق التغليف الحديثة، ما تبصيش لحاجة مش هتتحط هتتحط في محل، قصدي مش هتتباع. الناس هتبص لها اللي هو ايه ده بعيدة قوي وقديمة قوي وشكلها مش ترندي خالص. فانت دايما اول حاجة بالنسبة لك هتركزي عليها هي التغليف. ويجب التنويه قبل اي حاجة، عشان انا برضو يهمني نفسيتك، ان انتي لما هتنزلي تسوقي لشغلك في المحلات هتلاقي كمية رفض مش طبيعي، فاوعي تتأثري وانزلي بنفسية، او يعني خلي نفسيتك كده من فولاذ، ولا تتأثري بفكرة الرفض، لان احنا كلنا اترفضنا، حتى انا شخصيا اترفضت. اتعلم ايه، او ايه الحاجة او الادوات اللي انا فعلا محتاجة اكتسبها علشان اطور من نفسي في المسيرة دي؟ اول حاجة المونتاج. طبعا انتي عارفة المونتاج هتحتاجيه في ايه، وكل ما طورتي في نفسك في اساليب المونتاج كل ما كان مستوى العرض بتاعك متلائم مع التطورات اللي بتحصل والتطورات اللي الناس بتشوفها، ما تحسش ان انتي حد جاي كده من 2007. تاني حاجة ولازم تتعلميها لو انتي بتفكري تفتحي قناة يوتيوب، ازاي او ايه الادوات اللي اقدر اجيب منها الكلمات المفتاحية او الكي ووردز بتاعتي. ودي هكتبها لكم كده زي ما انتوا شايفين SEO، وغالبا انا مش هتكلم فيها لان ده مش طبيعة محتوايا، وفي قنوات كتيرة قوي بتتكلم فيها، يعني افضل ان انتوا تشوفوها من اصحاب التخصص بتاعها. تالت حاجة، ودي بقى اللي فعلا هتحسسك بالاحباط، انا حاسة بيكي، وبراكتس يعني اتدربي على قد ما تقدري فيها، هي طرق تصوير المنتج. في الاول هتحسي ان انتي مش عارفة تصوري المنتج بتاعك خالص اطلاقا، بس فعلا الموضوع طول الوقت بيحتاج منك تدريب، بيحتاج منك تطوير، بيحتاج منك لفهم كويس حتى للاشعة بتاعة الشمس، امتى بتكون مظبوطة في الصورة وامتى بتطلعها سودا وامتى بتعمل شادو او ظل. براكتس جدا عليها، لان فعلا ان انتي تصوري منتجك بنفسك والله هيسهل عليكي حاجات كتير قوي، وهيبني ثقة ما بينك وما بين العميل بشكل مبالغ فيه فعلا. اتمنى فعلا اكون قلت كلام مفيد وما كنش ضيعت وقتكم، واستنوني كل خميس هنعمل حلقة بتاعت كبار كده نتكلم فيها كلام كبار عن البيزنس.